أسعد الله صباحكم متابعيني الكرام. راح نبدأ وياكم أول روتيناتنا الصباحية. هسه هذا أنا ريوقي البارحة سويت كيكة لين بالليل، وهسه قعدت أتريق بيها. وهذا الشاي وأحلى ريوق الصبح. ودائما أنا أخلي المبخرة يمي بنات أعلق بيها بخور قليل من قاعد أتريق، لأن أحب ريحة البخور كلش، تعطيني طاقة إيجابية ريحة البخور من الصبح. أطيب شي أنا عندي ما حد يتريق هنا، الريوق ماكو، خاصة فصل الصيف تلعب نفسهم من البيض والأجبان الصبح ما يقبلون. فأني دائما بين فترة وفترة أسوي لهم كيكة، أشوف شنو اللي يحبونه، أحب أسوي لهم هاي الشرك بالبيت، خلية النحل يعني ياكلوها الصبح يحبوها ويا الشاي، بس غير شغلات لا. احجولنا بنات، هم عندكم بكالوريا هالسنة؟ هم عندكم أحد بالبيت وزاري شي؟ أنا عندي 2 سادس، يعني شايفين يعني شنو 2 سادس؟ يعني كان الله في العون. بس أقول ربي يوفقهم ويوفق كل الطلاب ويجيبون أعلى الدرجات والمعدلات، ولا يضيع تعبهم ولا تعب أهلهم إن شاء الله، وربي يعطيهم على قد التعب ويحقق أحلامهم، وما يضيع لهم تعب يا ربي، لين سنة كاملة بحرها ببردها بسهرها تعبوا، حيل تعبوا. فيا رب إن شاء الله يوفق جميع الطلاب يا الله. قول يا الله آمين يا بنات، لأن خطية ذولا طلابنا، المناهج صعبة. وهسه قاعد ابني وهماتين يريد ريوق، وراح اصب له الحبيب قلبي، هو يحب الحليب ما يحب الشاي. وهذا احلى حليب وكيك السجاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم متابعيني؟ ان شاء الله الكل بخير بصحة وسلامة. اليوم وصفتنا الريزو العراقي، من ما يحبه كلنا نحبه، واكثر الناس تجيبه من المطاعم، بس والله راح اسوي لكم اليوم بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة. ايش نحتاج؟ نحتاج هنا صدر دجاج غسلته غسلة زينة، قطعته بكيفكم، تدون شرائح تدون هيك، انا احب هيك اسوي. وعندنا البهارات مالتنا، عندنا ثوم باودر، بابريكا، بصل مطحون، فلفل ابيض، واذا تريدون فلفل اسود عادي، مكعب ماجي، كركم، وخاشوقة مال اكل ملح، والباقي البهارات كلها على خاشوقة صغيرة. هسه شو نسوي؟ نخلطهن كلهن سوا، ونخلي قسم على الدجاج والقسم الثاني نضمه. هسه بعد ما خلطنا هاي راح اخلي نص الكمية على الدجاج، وهسه نخليه عصير نص ليمونة، هاي نص ليمونة عصرتها راح نديرها فوقها، وراح نخلطهم خلطة زينة، ونخليها من ساعة إلى ساعتين أو قد ما تحبون، 3 ساعات 4 ليلة كاملة. بس أنا هنا هسه يعني تبلتها على مدة ساعتين 3 أبدي أسويها. هسه هنا بنات غلفته هاي الكيس مال لايلون، هاي الحافظ، وراح أخليه أبدي أكمل باقي الشغلات. هسه بنات نجي نحضر التمن، نخلي قليل من الزيت على النار، وعندنا راس بصل ثارمين ناعم، ونخلي كركم وكاري وشوية فلفل أسود، لأن هاي الحمسة مال البهارات كلش تعطي طعم طيب ويتمن الريزو. تمام، طفت الكهرباء، يلا خذوا ونكمل. اللهم صل على محمد. فنبقى نحمس بيه ونخلي وياه مكعب ماجي، مكعب ماجي للنكهة. ما راح اخلي ملح، هاي راح اكتفي بمكعب الماجي. وانا عندي التمن غاسلته ومنقعته تقريبا صار له
نص ساعة. وهسه هاي التمة صفيتها من المي، راح اخليه البيرة. هاي البصل طمسناه. هسه ابدي اقلب بالتمة تقليبة زينة ويا البهارات والبصل، يعني هاي راح تعطي نكهة مميزة. اخلي المي يكون يغطي. بسم الله بسم الله. سأغطي ومنتظرة فور يخلص مية وأنصي. بنات هسه عندنا هنا هذا كوب مال طحين، راح اخلي عليه خاشوقتين نشا، يعني خاشوقتين نشا يعني ربع كوب قياسي، تمام. وخلي عليه خاشوقة صغيرة من البيكنج باودر، خاشوقة مال شاي بيكنج باودر، تمام. ونخلي عليه شنو البهارات اللي خلطناها بالاول شيء، خلطناها واخذنا بقيت نص من عندها، راح اخليها فوقها هنا واخلطها بهذا الشكل. وهسه اخذ من هاي البهارات شوي قليل، تمام. وخلي لها مي. هسه صار عندنا هذا الخليط مال الطحين جاهز، وهذا الخليط الثاني خلينا عليه مي جاهز. نخلي صدر الدجاج بالطحين وننوب بهاي الخلطة وننوب نرجعه للطحين، يعني بسرعة نخليه ونرجعه. هسه اشوفكم الطريقة. بنات هسه طلعنا الدجاج، خليه يتغسل من عندي انا بالطحين، نوب اخليه بهاي الخلطة مال المي والطحين، وارجع اخليه بالطحين، وارجع اخليه رأسا على الطباخ على النار. انا طلعت هنا وجبة كملت، وهذا الثمن ما شاء الله كمل. احطلكم اياه شوفكم اياه. وهذا ريزونه كمل ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. ما يحلى الريزو اذا مو بيبسي. جربوا هاي الطريقة بنات وتتهنون ان شاء الله.